فهد انت نجم دولي ونجم الحلقه يعني على الحدث حدثك على كلمتك الاخيره يعني مطوله، خذ راحتك فيها اللي دقيقتين معك. اول شيء يعتذر الجمهور الكويتي الخطا اللي حصل بمباراه تايلاند. نعم. واعترفت بالخطا والكل يخطا بس مو الكل يعتذر. نعم. بعد الخطا. نعم. واعتذار يمكن خاص حق اخوي اللاعب حمد امان بعد استبدال، يمكن الكل بعد ما قور حمد كان جاي كان قاعد موجود. اي نعم. فاعتذر حق حمد امان، واتمنى من الجمهور الكويتي يعني يعذر فهد العنزي على القصور. يمكن بقدم يعني اعتزالي دوليا بعد اللي حادث. يعني شلون؟ يعني انا كنت نفسيا نفسيته كانت مو اوكي نفسيتي. نعم. فالحين بعد الحادث هذا فما اتوقع اني راح اقدر ارد اكمل مع المنتخب، فقدم اعتزالي دوليا باللعب. وعشان ما انسى شكر خاص حق مرزوق الغانم. نعم. يعني وقف معي وقفات كبيره سواء بعد ما رديت من نادي الاتحاد سواء يمكن بعد. نعم. بس انت الان يعني انت قاعد تقول انك تبي يعني على اساس الحادث هذا تبي تعتزل دوليا؟ انا يمكن اعتذرت قبل فتره بالبطولتين قبل غرب اسيا وكاس خليج، بس قالوا لي لا قرار الاعتزال الدولي كان شايلينه يعني مو موجود. نعم. فاستغربت وكملت لعب، بس بعد الحادث هذه ما راح العب دوليا. ما راح تلعب دوليا؟ اي اعتزال دولي. يعني اعزائي المشاهدين، انا اول شيء اشكر عبد العزيز مرزوق رئيس نادي الكويت، كل الشكر لك على حضورك. دكتور صقر ملا مشكور زميلنا في البرنامج. خالد وخالد العزيز يعني والله قمت اضيع من عقب ما قال الكلام هذا الاخير. كل الشكر لك. عادل العقلة لاعب المنتخب الوطني السابق ومدير نادي الكويت. فهد العنزي يعني ما ادري فجرت يعني مفاجاه انه قرار الاعتزال. يعني احنا والله ندري ان يعني الكل مقصر وياك، والله ندري يا فهد يعني، بس يعني ان شاء الله ان شاء الله تزول يا رب يا رب انها تزول ان شاء الله. ولكن هذا يعني رغبتك، مع ان احنا نختلف فيها بس هذا رايه. طبعا اعتذر فهد العنزي للجماهير الكويتيه. انا صراحه يعني صعقت من اللي قاله انه ما راح يلعب دوليا، يعني اعتزل دوليا، ونتمنى نشوف هذا الموضوع ان شاء الله يعني. والله يعني الانسانيه والعمل مع الناس بعدل ومساواه وبانسانيه عاليه وبرقي والله هي تسمو فوق الرياضه والسياسه والاجتماع والاقتصاد وكل امور ومجالات الحياه. نتعامل برقي وانسانيه وعداله. قرار يعني اعتزال فهد العنزي اللي قاله والله يعني صدمه سبب لنا، وان شاء الله نتمنى ما الله كريم ان شاء الله نشوفكم الاسبوع المقبل. اللقاء.